بمكون كلنا بنرميه موجود عندنا في كل بيت، عايزة أقول لِك النهارده هنعمل حاجة سحرية للشعر، هتخلّيه قوي جدًا ما شاء الله اللهم بارك، كمان هيزيد طوله وكمان هيمنع التقصف والهيشان، عايزة أقول لِك حاجة كده جميلة جدًا، جدًا، بس استخدميها زي ما أنا قُلت لِك في وصفاتي دايمًا، الوصفات اللي أنا باقولها لكم دايمًا باكون مجرّباها، عايزة أقول لِك النهارده معانا وصفتين أقوى من بعض. والوصفتين دول بحاجات موجودة عندنا في كل بيت، وعايزة أقول لِك بجد، بجد مش هتكلّفي أي فلوس، مش هتشتري حاجة من برّه يعني، بديل جلسات الليزر للأسنان، عايزة أقول لِك هتخلّي أسنانِك تحفة جدًا، جدًا، هتبيّض الأسنان، هتخلّي ابتسامتِك جميلة جدًا، نسمّي الله ونصلّي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تحت في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات، وما تنسينيش بلايك جميل منِّك دعم كده حلو، وكمان كومنت حلو إيجابي. وبجد عايزة أقول لِك تحدي قومي جرّبي الوصفتين دول، والوصفتين دول ما شاء الله اللهم بارك هيزيدوا من جمالِك، ابتسامتِك هتكون جميلة، وكمان شعرِك مع الاستمرار في الوصفات هتلاقي نتايج مذهلة. طبعًا معانا كده معلقة من الملح، أول حاجة معلقة من الملح، والوصفة دي مش هي الأساسية، لأ وصفة كمان معانا وصفة تانية أساسية جدًا، جدًا للأسنان هاقول لِك عليها دلوقتي، طبعًا القرنفل معروف جدًا بمسكن للأسنان، كمان مطهّر للفم، دي مَيّة دافية وحطينا فيها معلقة من الملح بتاع الطعام العادي جدًا، ومعلقة من القرنفل، وهنقول لِك دلوقتي هنعمل إيه مع بعض. هنجيب بقى كده بولة ونحط فيها معلقة من معجون الأسنان، أي نوع بتستخدميه مش شرط يكون يعني حاجة معيّنة، معلقة من معجون الأسنان، وهنحط عليها كمان معلقة من الملح، وهندوّبهم كويس جدًا، جدًا، ملح الطعام العادي جدًا، عايزة أقول لِك ملح الطعام ده سحر للأسنان، بجد والله العظيم تحفة، 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 مطهّر ومُعقّم وحاجة كده اللهم بارك زي الفل. طريقة سهلة جدًا وبسيطة وتقدري تحتفظي بيها في برطمان عندِك في التلاجة لمدة مثلًا لفترة يعني، إحنا هنستخدم الوصفة دي يعني كل 15، 20 يوم، كل شهر ما فيش أي مشكلة. كمان الساحر النهارده معانا البيكنج باودر، البيكنج باودر ده ساحر للأسنان، هيبيض ويقوي الأسنان معاكِ ويخلّيها بتلمع، يرجّع ليكِ اللمعان كمان بتاع الأسنان. حتى لو أنت بتشرب سجاير بقى لك يعني سنين كتيرة جدًا، حتى لو أسنانك عليها تراكمات من الإسمرار، بجد، بجد الوصفة دي جميلة جدًا وهتجيب نتيجة سحرية مع أي حد بيشرب سجاير، أسنانه مثلًا حد من كبار السن بقى له فترة كبيرة ما غسلش أسنانه، بجد انصحيه بالوصفة الجميلة دي. هنجيب بقى نُص ليمونة، نُص ليمونة وهنعصرها كويس جدًا، شايفين بقى الفوران؟ عايزة أقول لِك الفوران ده حاجة كده اللهم بارك جميل جدًا. هيفوّر كل الاتساخات والاسمرار كمان مكان الشاي والقهوة طبعًا الناس اللي هي بتشرب شاي وقهوة كتير دايمًا بتسيب آثار بُنية كده على الأسنان، لأ، النهارده بجد مع الوصفة السحرية دي هتكون جميلة جدًا، معلقة واحدة بس من مَيّة سخنة، المَيّة السخنة طبعًا استخدمناها دلوقتي في الكوباية الجميلة اللي إحنا عملناها بالملح والقرنفل. طبعًا شايفين الجمال ده؟ هنفضل ندوّب لازم كل المكونات دي تدوب كويس جدًا مع بعضها وتمتزج كده مع بعضها قبل ما نستخدمها. كمان بقى معايا الساحر بتاعنا اللي هو البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر وندوّب كويس جدًا الخليط الجميل بتاعنا ده. أقوى من جلسات الليزر وهتعمليها في 10 دقايق وأنتِ واقفة كده في مطبخِك وكل المكونات متاحة، معلقة صغيرة من كل مكون هتوفّر لِك فلوس كتيرة بجد، وهتخلّيكِ ابتسامتِك كده يعني الناس ساعات بتتكسف من الابتسامة لإن أسنانها بتكون مصفرة شوية كده، طبعًا اللي هيدّي اللمعان والقوة والجمال والنضارة لأسنانِك ويخلّيها بجد تلمع زي الممثلات بالضبط، الجنزبيل أو الزنجبيل، قولي لي بتسميه في بلدكم أو في المكان اللي أنتِ قاعدة فيه، إحنا في مصر بنسميه الزنجبيل، ترجع ابتسامتِك ما شاء الله اللهم بارك كده تبتسمي قدّام أي حد ما تتكسفيش من أسنانِك. ده بقى مطهّر ومُعقّم للأسنان، هيخلّي أسنانِك كل يوم الصبح كده تاخدي مضمضة منه، برضه هيخلّيها جميلة جدًا، جدًا. مرّة واحدة في الشهر أو كل 20 يوم، 25 يوم حسب طبعًا حسب أسنانِك يعني، هتمسكيها كده طبعًا إحنا عارفين إن إحنا بنغسل أسناننا بالفرشة من تحت لفوق أو من فوق لتحت زي ما إحنا متعودين طبعًا، ده الطريقة الصحيحة لغسيل الأسنان.
ما شاء الله اللهم بارك، هتجيب نتيجة معاكِ جميلة جدًا، مش هتحتاجي لفلوس كتير، ولا تفضلي كل شوية رايحة للدكتور، ويبقى بألوفات دلوقتي دكتور الأسنان ما شاء الله يعني عايزة أقول لكم أسعار باهظة، لكن الوصفات السهلة البسيطة دي تخلّيكِ كده أمراية إن شاء الله. طبعًا المكون اللي كلنا بنرميه قشر الموز، عايزة أقول لِك قشر الموز ده مفيد جدًا، جدًا لحاجات كتيرة أوي، أوي. طلع كنز وكلنا فعلًا في ناس كتيرة جدًا ما تعرفش إن قشر الموز ده هنجيب كده شوية من قشر الموز 3، 4 قشرات من الموز كده وهنجيب برطمان جميل معانا وهنشوف هنعمل إيه. عايزة أقول لِك ساحر بجد، بس لسه مكملة معايا الفيديو يا ريت ما تنسينيش بلايك جميل منِّك واشتراك حلو وشير للفيديو لو عجبِك الفيديو، وإن شاء الله جربي وصفاتنا وبإذن الله وصفاتنا كلها مجربة وطبيعية وسهلة جدًا وبسيطة وغير مكلفة كمان، وهتدعي لنا دعوة حلوة يا ريت تكتبي لنا كده في الكومنتات بتتابعينا من أي مكان داخل مصر والّا خارج مصر، طبعًا ده شرف ليّا إن أنتِ تكوني مشتركة في قناتي. هنسيب بقى كده عليها مَيّة دافية ونسيبه لتاني يوم. طبعًا لاحظنا إن المَيّة اتغيّرت لونها، شايفين اللون؟ اللون البني، بقى لون بني، اللون اتغيّر طبعًا الموز نزّل كل الفايدة اللي فيه. المَيّة دي عايزة أقول لِك سحر، فيها كمية فيتامينات خطيرة جدًا للشعر ولحاجات كتيرة أوي، أوي هاقول لِك عليها دلوقتي. هيغيّر بجد شعرِك 180 درجة، طبعًا القشر ده ما إحناش عاوزينه، هنشيله كده طبعًا وهنرميه لإن إحنا كده خلاص خدنا كل الفايدة اللي فيه، هنسيبه كده لتاني يوم متغطي في ضلفة المطبخ، ونبدأ ناخد بقى المَيّة الجميلة بتاعتنا بقى هي دي إيه، ال الخلاصة يعني، الخلاصة وكل الفيتامينات الموجودة فيها. ناخده كده على جنب ونرمي بقى القشر خلاص ما عُدناش عايزينه خلاص. فعلًا مَيّة الموز دي كنز، كنز يا جماعة والله كنز، خطير للشعر، قوي الشعر وبيغذّيه وحاجات كتير أوي، مع بعض الإضافات طبعًا معايا معلقة من القرنفل المطحون، القرنفل طبعًا خطير جدًا، جدًا، ده تونر للشعر. كمان إيه، صديق الشعر اللي هو الروزماري، الروزماري وزيت الروزماري طبعًا أنا ما اكتفيتش بمعلقة لأ، طبعًا حطيت معلقة كمان، وورق السدر برضه خطير للشعر، عايزة شعرها يتغيّر 180 درجة بجد هتستخدمي الحاجتين دول، طبعًا قرنفل مع الروزماري مع ورق السدر وهنحطهم في مَيّة الموز الجميلة دي يعني ونرجّهم كويس جدًا ونعمل لهم حمام مَيّة دافي. حمام مَيّة دافي وهنغطّيهم كويس جدًا عشان يمتص كل المَيّة أو السخونة اللي موجودة في المَيّة. طبعًا جِبت مَيّة مغلية، مغلية كويس جدًا وهنعمل له حمام مَيّة كده وهنغطّيه بالورق الفويل زي ما أنتِ شايفة كده. ونكرر الحركة دي لو المَيّة بردت، كُب المَيّة ونزوّد المَيّة سخنة تاني ونغطّيه حوالي مثلًا شوية كده يعني مثلًا هاقول لِك دلوقتي خلّيكِ معايا لآخر الفيديو واللي هتعرف قبلي تكتب لي في الكومنتات. إحنا طبعًا عملنا ماسك أو toner ممتاز جدًا للشعر، باقول لِك سيبيه ساعتين أو 3 ساعات حسب ما أنتِ طبعًا لمّا المَيّة تبرد معاكِ، خلاص كده كل اللي هي الفيتامينات اللي إحنا عاوزينها خلصت. هناخد بقى المَيّة الخطيرة دي، طبعًا قبل ما تدخلي تاخدي حمام بنُص ساعة ترشي كل الtoner ده على شعرِك وتدلّكي فروة الشعر أو فروة الراس، عايزة أقول لِك هيغيّر شعرِك 180 درجة، بجد، بجد هتدعي لي دعوة حلوة، وأظن حاجة سهلة وكلنا بنرميها، قشر الموز موجود في كل مكان، صيف وشتا الموز موجود، بجد، بجد حلو جدًا، جدًا، وهيقوّي معاكِ الشعر وهيغيّره معاكِ خالص، خالص، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض.